السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا باشا، أولا وقبل كل شيء اللي يصلي على النبي يكسب. احنا النهاردة معانا مكن كسر زيرو رقم واحد. أنا هقول لك كل التفاصيل وإزاي تشتري مكنة من عندنا مضمونة صاج وموتور وعفشة وكل حاجة وبأقل الأسعار وفي نقد وفي تقسيط. لو أنت معاك اي مبلغ زي ما انا بقول لك كده هتشتري مكنه مضمونه 100% ورق وصاج وموتور وعفشه وكاوتش وبطاريه. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه عندنا. وفي السوق مكن لوت باقل الاسعار، يعني المكنه او التوك توك موديل 22 وموديل 20 و21 لغايه احيانا بتلاقي مكن كمان 24 وتلاقي سعره مثلا 50,000 جنيه. بس الكلام ده معلش مش عندنا. ليه بقى اقول لك مش عندنا؟ يعني احنا نقدر نشتغل فيه بسهولة، والمكن ده بيتعرض علينا، والمكن اللي من غير ورق ده بيتعرض علينا. لكن انا مرضاش اخليك تركب مكنة بتاعت واحد مسروقة منه مثلا. اقول لك دي لوت ومش عارف ايه وفي ضرب في الورق وحوارات كتير في السوق. والناس اللي ما عندهاش ضمير موجودين كتير حواليك في كل مكان، وممكن صاحبك وحبيبك وهو اللي ياخدك ويسحب رجليك علشان تروح تشتري مكنه، واول ما تتمسك منك يا عالم اللي خدها من صاحبها ده عمل فيه ايه. وما تدرك، ومين ادراك ان اللي يكون حصل بالتوك توك دي ده جريمه يعني. احنا خلينا في موضوعنا احسن، علشان ايه انا لو اتكلمت في الموضوع ده يعني هزعل تجار كبيره في السوق. واحنا في يعني احنا قدها وقدود، يعني احنا نسد مع الناس، بس احنا مش بنحب وجع الدماغ. احنا الفيديو بتاعنا النهارده برعايه الحاج نبيل التهامي، علم من اعلام كفر صقر محافظه الشرقيه. معرض كبير يا جماعه في مدخل كفر صقر في عند البوهه المحطه. المكان ده معروف وانت جاي من ابو كبير، كأنك داخل كفر صقر في الأول خالص قبل محطة أو بعد محطة المزلقان السكة الحديد بتاع البوهة المحطة. ده العنوان، وأنا هقول لك رقم التليفون، هنطق رقم التليفون في آخر الفيديو. تابعني علشان أنا أحيانا بكتب أرقام التليفونات بس الناس ما بتاخدش بالها إن الرقم بيكون مكتوب في صندوق الوصف تحت، لأن معلش مش كل الناس بتعرف الطريقة. فناس قليله جدا اللي بيعرفوا يوصلوا للرقم اللي انا حاطه في صندوق الوصف. احنا النهارده معانا تقريبا، احنا عندنا مخزن يا جماعه، المخزن مليان مكن، بس احنا عارضين منه حوالي 6-7 مكنات. كل المكن زي ما انت شايف كده قدامك مكن كسر زيرو. انا هوريك من تحت ومن الشاسيه والموتور وكل حاجه زي ما انت شايف. وهفتح لك الباب من ورا تشوف الموتور على الطبيعة وتشوف الصاج وتعاين بنفسك في الفيديو، علشان لما تيجي تلاقي نفس المكنة اللي انت متفرج عليها في الفيديو هتلاقيها موجودة برضو بإذن الله. او لو لقيتها اتباعت معلش يعني هيكون ايه، راحت لصاحب نصيبها، ربنا يبارك لصاحب نصيبها ان شاء الله. المكن اللي قدامك ده مكن كسر زيرو. انا بعتبره من وجهة نظري انا بعتبره زيرو. ليه؟ واحسن من الزيرو كمان. المكنة الزيرو انت ممكن تشتريها وتلاقي فيها مثلا عيب معين وما تقدرش تعمل فيها اي حاجة، لان اللي باع لك المكنة الزيرو عمره ما هيرجعها لك ولا يستبدلها لك ابدا. لكن انت بتاخد توك توك انت بتجربه وبتجيب معاك ناس تعاين معاك، لو كان معاك ميكانيكي او بتاع صاج او اي حاجة او بتاع بوهية، علشان يشوف الوضع قدامك. وخلي بالك من المكنة الحمراء اللي ورا دي، هرجع لها تاني. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الموتور بسم الله ما شاء الله، الله المستعان. انا بوريك التوك توك من تحت ومن فوق علشان تشوف لو كان في اي غلطة او اي حاجة في الصاج او الشاسيه هتبان قدامك في التصوير. طبعا التصوير فيديو مش تصوير كاميرا او صور انا منزلها لك، لا ده فيديو علشان تشوف الوضع بنفسك. ادي علبة الكهرباء وادي الموتور وادي التانك وادي، بص حاجات بسم الله ما شاء الله. والاسعار عندنا تنافسية، واهم حاجة المصداقية. وخلي بالك ان في عربية كيوتي من شركة بجاج وشركة غبور نزلتها وعاملين عليها بروباجندا جامدة جدا جدا، وزي ما يكون صارفين ملايين على تمويل اعلانات
علشان يعملوا عملية ترويج للعربية اللي بإذن الله انا مش هقدر اقول لك هي هتشتغل وهيكون عليها اقبال من الزباين اللي هتشتريها واللي هتركب فيها وتتنقل بيها ولا لا. ده في فيديو تاني موجود عندي في القناة، عندي 6-7 فيديوهات عن عربية كوتي بجاج وفيها كل التفاصيل. خلي بالك من المكنة الحمراء برضو، خلي بالك منها، هرجع لها تاني. ودلوقتي انا هقول لك ان انا هسيب لك ارقام التواصل في صندوق الوصف تحت، وهسيب لك الفيديو شغال علشان تتفرج على المكن وتمتع عينيك. انا مش بقول لك انا الوحيد اللي عندي مكن، انا بقول لك انا اللي بشتري مكن مضمون في المنطقة كلها. يعني قبل ما بشتري لازم اشوف المكنة، لان انا هبيعها، هيكون الموضوع في وشي انا، يعني انا مش زبون ببيع لك وهسيبك واجري، لا ده انا معرض مفتوح وعنوانه موجود وفي مصداقية في الكلام، والكلمة اللي احنا بنقولها احنا قدها. مع تحياتي هاني المحلاوي، وتحياتي للحاج نبيل التهامي علم من اعلام كفر صقر، وتحياتي ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.